صبحك الله بالخير يا شيخنا. الله يصبحك بالنور والسرور يا رب. عندك شيء نادر اليوم؟ الله المستعان. عندي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وله حكم الرفع كما قال الألباني. يقول: من قال دبر كل صلاة أو إذا اضطجع في فراشه، يعني أراد أن ينام، أو بعد كل صلاة إذا خلصت أذكارك تقول هذا الدعاء. دعاء سهل: الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات 3 مرات. لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر كلمات الله التامات الطيبات المباركات 3 مرات. كم تأخذ منا شيخ نايف من الوقت؟ ثواني معدودة. يقول ابن عمر: فمن قالهن كن له نورا في قبره ونورا في الصراط ويدخلنه الجنة. هذا كنز نبوي، حافظوا عليه. يمكن هذا الحديث أول مرة يمر على الأغلب. اللي بتسمعه وطبقه له عندي هدية. وأيضا أعظم هدية الثانية اللي الآن أسلم يا شيخنا. أعظم هدية اللي من هدية أبو معاذ، الهدية إذا جاءتك من الله سبحانه وتعالى حينما تنشر هذه السنة وتعلم الناس هذا الحديث النبوي، فيكون بإذن الله عز وجل لك أجرها وأجر من عمل به لين تقوم الساعة. الله يجزاك الجنة يا شيخ. الله ينفع بك يا شيخ. اللهم آمين.